خطيرة. لمن هذه الكرة؟ هي لمن فيني علق محاولة مدريدية. فيني بنزيما. يا إلهي، مرنج جميل. أي مرتدة يا مدريد، سلاحهم، قوتهم، سطوتهم، خطورتهم، المرتدات، التحولات من الدفاع إلى الهجوم، الاندفاع نحو الهجوم، نحو المرمى، نحو الهدف، نحو تأكيد العودة. الكرة كانت لبنزيما. رودريجو يا جماعة، رودريجو فيني حطم، والكرة بعد ذلك إلى الشباك. سجل مدريد من هجمة مرتدة بعد أن ضيع برشلونة هدفا محققا. يا لكرة القدم وحلاوتها وقسوتها وروعتها. بعد أن كان هدف لبرشلونة تحول على النقيض تماما، واختارت أن تكون بيضاء في هذه اللقطة لمدريد اللي استغل الهفوة البرشلونية بعد أن تركوا مساحات كبيرة وشوارع فارغة، وتركوا بنزيما وفيني ورودريجو ليصرخ مدريد في الكامب نو، ويسجل فيني الهدف الأول في هذه الموقعة بعد أن ضيعتم هذه الفرصة يا جافي. الفرصة اللي كانت خطيرة على وقع هذه الإثارة في نهاية الشوط الأول، على وقع بعد ذلك على التمريرة الطويلة أقرب إلى ميليتاو لمصلحة ريال مدريد. محاولة تبقى لإيدر، لمسة لمصلحة مودريتش مودريتش خطيرة لكريم، والتسديدة والثاني. الله، روعة. الهدف الثاني للمرنجي، 2 لمدريد عن طريق كريم بنزيما. لوكا يا جماعة، لوكا المرور الجميل، التمريرة المريحة. بنزيما يضرب بالثاني في الكامب نو. ريال مدريد يقلب الموازين، يقلب النتيجة، ويتقدم بالهدف الثاني في ملعب كامب نو. القائد كريم بنزيما بروعة كبيرة يا باتلان. شوفها مرة أخرى الحرس القديم، الكرة اللي من جانب لوكا مودريتش. من صنعوا ربيع ريال مدريد عادوا ليلمعون هنا بعد أن بلغوا مرمى فريق تشافي، ويقترب أكثر من الوصول إلى النهائي. أي ليلة صعبة هنا في هذه الموقعة. هدف مدريدي جاء عن طريق فالفيردي، يكسب ريال مدريد الآن لرودريجو. انتظار مساندة أكبر، حلوة تمريرة للوكا مودريتش، عرضية خطيرة أمام الجميع، مرت بمنتهى الروعة يا جماعة. مودريتش العودة بعد ذلك على اليسار، تبقى لمصلحة فينيسيوس. فيني يبحث عن الحلول، يحافظ على الكرة، وصافرة وركلة جزاء. نعم، ركلة جزاء لريال مدريد. يا له من سيناريو، فينيسيوس جونيور يحصل على ركلة جزائية يجعل ريال مدريد قريب من ثلاثية نظيفة في كامب نو. يا له من سيناريو، يا لها من لقطة. شوفها مرة أخرى، فيني أمام فرانكي سي. ماذا فعلت يا كيسيب؟ هذه لقطة أخرى أمام حكم المباراة مباشرة. صورة كانت واضحة قريبة من الحكم إنه في إعاقة وفي تلامس وفي ركلة جزائية. غونزاليس حكم الفيديو في غرفة الفار يتأكد أيضا مسوم ويفطر على شباك الخصوم. بنزيما أمام تير شتيجن، بنزيما الثالث يا مدريد. نعم، الثالث يا مدريد. بنزيما من علامة الجزاء كريم يسجل ثلاثية لمدريد في مرمى برشلونة. الهدف الثالث لريال مدريد. سبحان مغير الأحوال. شوط ثاني مدريدي بالكامل بروعة كبيرة بعد أن كان البرسا عنده كورة وسيطرة في الحصة الأولى. العبرة في الخواتيم بعد ذلك. مدريد يركب نصف النهائي
ويضرب موعدا تقريبا مع أوساسونا بعد أن سجل هدفا ثالثا في مرمى برشلونة في كامب نو. من قال أنه من السهل أن تهزم كارلو أنشيلوتي في هذه المباراة الرابعة على التوالي أمام تشافي هرنانديز؟ يصوم في رمضان، كريم يصوم ويفطر على مرمى الخصوم. هنا في الكلاسيكو يظهر دائما شخصيته بنزيما، يؤخر بها توريس، فيران المين، مودريتش في كل مكان، كامافينجا بلمسة إلى فينيسيوس. يفعلون ما يريدون في شوط المباراة الثاني المدريدية، والفرصة للرباعية. فيني مع اسينسيو حتى لبنزيما الأتريك. يا كريم يا كبير، بنزيما اترك في الكامب نو. ليلة للتاريخ، ليلة للتاريخ يا بنزيما. 4 مدريد لا شيء برشلونة. هاترك لبنزيما، بنزيما وليالي رمضان، بنزيما وليالي رمضان اللي يمتع فيها ويبدع فيها. هاترك في مباراة بلد الوليد، والليلة حتى ضد برشلونة في الكامب نو. فيني يا جماعة، فيني يا جماعة، فيني فينيسيوس إلى بنزيما اللي يسجل الهاتريك في مباراة الليلة. يقود مدريد هيا بنا إلى النهائي، يقول لمدريد هيا بنا إلى النهائي بعد هذا العرض المثير.